صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة فإنها شفاء من كل داء. وقت اللي نحن بنبلش نشيل الدم من العروق الرفيعة، هذا الضغط ببلش ينزل، بيقوم الجسم بيعمل دغري حالة رجلاج، يعني بيعدل. من ضمن التعديلات أنه يعصر الكبد ويعصر الطحال ليزت دم بقلب الدورة الدموية مشان الشخص ما يغيب عن الوعي، لأنه ضغطه عم ينزل، لازم هذا الضغط يتعدل. طيب هيدول الخزانات اللي فضيوا من الكبد والطحال منين لازم يتعوضوا؟ لازم يتعوضوا من النخاع العظمي بإنتاج دم جديد. وقت اللي بينتج دم جديد بينتج خلايا اسمها خلايا محاربة السرطان. تقدير إلهي. ليش بيصير هيك؟ ما بنعرف. هول الخلايا اللي بيطلعوا من بعد الحجامة بيروحوا وين في خلية سرطانية بياكلوها. هيدا سر الحجامة. ومن هون عزيزنا الكريم بقول لك انا حتى بالتجارب اللي عندي يعني وحتى عند خي الدكتور قاسم بصراحه عملنا حجامات لاشخاص عندها سرطان وقد شفيت تماما. سبحان الله. انا سويت لشخص بالبحرين كان عنده سرطان بالراس وبحمد الله عز وجل قد شفي، وخي الدكتور قاسم لشخص بالكلى. فهون بنقول لك انه الحجامه